شوف إعادة اللقطة الخطيرة لتيتي، الكرة اللي كانت راجعة لحارس المرمى، وتيتي لم يتركه في حاله وحاول معه واقترب كثيرا من تشكيل خطورة والتسديد، ولكن عالج خطأه رشيد سيدو. خطأ الآن لأول ستارز. خطأ حيتصد من ثلاثة لاعبين، اتلعبت مباشرة وتمر إلى خارج الملعب. أول ركنية لأول ستارز ومقابل ركنية للفرقة الهلالية. المباراة تميزت بالتمريرات والضغط في وسط الملعب والتقدم إلى الأمام، خاصة للفرقة الزرقاء في هذه المباراة، وتشكيل خطورة على المرمى اللغاني. وخرت المباراة من الركنيات إلا من اثنتين، كرة معكوسة ملعوبة، ولكن مكسيم كعادته في الموقف الصحيح والموعد السليم. مكسيم يبدأ من المنطقة الدفاعية، يلعب كرة أمامية، شيبولا يذهب بالكرة في الجهة اليسارية وانطلاقة لمحاولة العكسية، وحاضر الآن العكسية ولكن دفاع يتدخل وتتمرر كرة. إيمانويل تعود لأبو عاقلة. دقيقة واحدة زمن بدل ضايع في شوط اللعب الأول. مشاهدي قناة الأزرق في كل مكان، تيتي يلعب لأطهر، أطهر يحاول ومحاولة مرور وتعود من جديد. مرت لعبت كرة أمامية في وسط الملعب، تمريرات لأول ستارز وخطأ أو راية مرفوعة من مساعد الحكم الثاني الدولي الطريفي يوسف. رباعي دولي يدير هذا اللقاء كما ذكرنا، محمود شانتير، هيثم النور، طريفي يوسف، الأمين الهادي. يراقبهم دولي سابق أيمن حمد النيل والأستاذ أسامة إداريا. كرة ملعوبة في وسط الملعب، صديق الحسن، صديق الحسن يلعب كرة في الجهة اليسرى لإبوانزي بافو، ومحمود شانتير يطلق صافرة النصف الأول